على فكره بقى انا لازم احجز شقه عندكم. يا باشا ده احنا نحجز لك فيلا. لا انا ما بقولكش، انا مصر ان انا احجز شقه في المشروع بتاعكم. والله احنا لسه بنقول يا هادي لما نبدا هنبقى نبلغ حضرتك. لازم طبعا يعرف الاول، مش فلوسنا كلها عنده. خلاص يا فندم، الجوين اكونت اتعمل والمبلغ اتحول عليه ورقم الحساب اهو. هايل جدا. دي بقى الفلوس اللي ممكن تتصرفوا فيها، اما باقي الفلوس واصول الشركه فالبنك هو ليه القرار فيها، هو اللي يقدر يتصرف فيها. طبعا كده يا باشا احنا نحجز لك فيلتين بقى. مبروك يا جماعه. مبروك علينا كلنا. والله. ايوه مين بقى محمد احمد محمد؟ اسمه مزيف، علشان لما يتعمل عليه سيرش محدش يعرف يوصل له. شوفي بقى في كام واحد اسمه محمد احمد. ومش غريبه يعني انه لما بنته شافتك عرفتك؟ ما هو ده اللي هيجنني، انا عمري ما شفتها في حياتي، لكن حسيت انها فرحت لما شافتني. بتقول لي ابويا كان بيدور عليك ومش عارف يوصل له. ازاي يعني؟ مش ده الراجل اللي بعت حد يموت بابا وكان عاوز يموتني ويسرق الدار؟ لا مش هو اللي موت استاذ طاهر، اللي بعت الناس اللي قتلوه غير اللي بعت ربيع علشان يسرق الفيلا وحسام علشان يفتش الدار. دول جبهتين مش جبهه واحده. ماشي، هصدق ان هما جبهتين. انت لما فتشت ما لقيتش حاجه ليها علاقه بظل الرئيس اللي كان بيدور عليه؟ لقيت ملفات اوريكل على اللابتوب بتاعه. ملفات ايه؟ ده برنامج بيستخدمه المحاسبين، ده معناه ان الراجل ده كان محاسب. المهم اخبار وسام ايه؟ ملقاش حاجه؟ لقى صوره للراجل في حفله كده كانت منزلها مجله قديمه وبيحاول يوصل للناس اللي في السوق. طب انا عايز اشوف الصوره دي. انا شفتها، الراجل مش باين اصلا. انا غيرك كان لازم توريني الصوره على طول. يحيى انت خبيت عليا لما وصلت للراجل ده وما كنتش هتقول لي الا لما احتجتني دلوقتي، صح؟ انت بتعمل معايا كده ليه؟ علشان خايف عليكي. والنبي ودلوقتي مش خايف؟ سلمى انا جيت لك عشان ما قداميش غيرك، وبعدين انا مش هستحمل ان اي حد تاني يتاذي بسببي وبالذات انت. كلمي وسام قولي له ان احنا عايزين نقابله، احنا الاتنين مع بعض. ماشي. أول ما افتكرت. معلش يا فريدة معلش. طب ما كنتش بترد على الموبايل ليه؟ احتمال يكون التليفون متراقب. أنت متراقب؟ هو في إيه يا حازم بالظبط؟ مفيش يا فريدة ما تقلقيش، الموضوع ملوش علاقة بيكي. طب أنت جبتنا هنا ليه؟ احتياطي. هو ايه الفشار ده؟ شفيقة لقت كيلو ذرة كل شوية تعمل منه. أنت في حد بيراقبك؟ كان فيه بس انا كشفته. فريدة انا لفيت البلد كلها عشان اتاكد ان مفيش حد ورايا. هي الزفته دي فين؟ ما روقتش البيت ليه؟ تتفرج على المسلسل وبعد كده هتكمل تنظيف. انتوا جبتوا تلفزيون؟ لا أنا اديتها الموبايل بتاعي علشان تتفرج على اليوتيوب عشان تحل عن دماغي بقى. فريدة انا مش عايزه تخرجي بره البيت غير للضروره، اي حاجه عايزاها للبيت خلي الزفته تروح تجيبها. هو اللي كان بيراقبك ده يحيى؟ انسى يحيى. يحيى ملوش دعوه باي حاجه. أنسى إزاي؟ إذا كان كل ده حصل بعد ما مسكت قضيته. بتعملي ايه يا زفته؟ هشحن الموبايل قبل ما يفصل. بشحن الموبايل قبل ما يفصل؟ ما تشحنيه جوه يا بنت. ما فيهاش، الاوض كلها بايظه في الشقه المعفنه اللي انت جايبنا فيها دي. بتقول ايه بنت المجنونه دي؟ انا مش ناقصها. معلش خش اشحنيه جوه في المطبخ يلا. المطبخ كاتمه. روحي يا بنت المكتومه، انا مش ناقصك بدون مدار اكلك يلا يا بنت يلا مش هتحركي اجري. انا مش عارف مين شغال عند مين. سيبك منها خالص. أنا عايزة أعرف إحنا هنفضل هنا لحد إمتى؟ لحد ما ربنا يسهل كل حاجه تتحل، قريب قوي ان شاء الله. ادي عندي بس. لسه مقفول. يا جماعه ما تقلقوش، هو وسام كده كل شويه بيختفي. وسام شكري اتقبض عليه يا جماعه. ايه؟ وانت عرفت ازاي؟ مين دول؟ دول تبع وسام، الاستاذ يحيى نور الدين والاستاذه سلمى طاهر بنت الاستاذ طاهر. ايوه فهمت خلاص. مين اللي قبض على وسام؟ الامن الوطني متفقين لو حد اتقبض عليه يبلغنا برساله، بعد كده بتتقفل الموبايلات. ده كده عشان صور المجله. ايه ده؟ هو انتوا ليكوا علاقه بصور المجله اللي احنا بندور عليها؟
انت كنت شغال معاه؟ اه. ايه موضوع الصور ده؟ ده انت معاك نسخه من المجله؟ لا، كلها كانت مع وسام. يحيى، انت اكيد تعرف حد في الامن الوطني ممكن يخرجه. طب احنا متشكرين عن اذنك. تعالي اسال. ايه موضوع الصور ده؟ ده موضوع كده كان مكلفني بيه وسام عمرو. طب يلا ورايا على المكتب. متشكر ايمن بيه. خلاص لو عرفت اي حاجه بقى كلمني. مع الف سلامه. قال لك ايه؟ اكيد هيدور عليه بس مش هيلاقيه. قدامك شهر على ما نعرف عنه حاجه. ده الكلام اللي بيتقال للناس لما حد يتاخد، بس انت مش اي حد. المشكله فيا انا يا سلمى. احنا ليه بنلف في دواير؟ علشان اللي بيحاربني ليه دراع جوه الداخليه، وكل حاجه هيبقى ليها علاقه بيا هتدفن تحت 100 ارض قبل ما نوصل لها. طب انت مش بتفكر تكلم حازم؟ بعد اللي حكيتهولك ده واللي انت شفتيه بنفسك، تفتكري ان حازم ممكن يساعدني؟ انت خلاص يعني متاكد ان حازم هو اللي خطف الراجل اللي احنا بندور عليه ده اللي اسمه محمد احمد؟ صعب حد غيره يقدر يراقبني المسافه دي كلها، وكمان تيجي له الجرأه انه يخطف الراجل وانا موجود في نفس المنطقه. انت عارف اللي بتقوله ده معناه ايه؟ ان حازم كان ضدي من البدايه. مش بس كده، وان هو كمان طرف خيط. صح، انت صح على فكره. انا كده خلاص بفكر اقدم لك في كليه الشرطه. انا مش بالبساطه والسهوله اللي انت فاكرها دي، بس خلينا في المهم. احنا فعلا ما قدمناش حل تاني غير حازم. حازم ده بقى ليه ترتيب تاني خالص. الموظفين متراهنين انك مش هتكمل اليوم. وانت جاي تحقق احلامهم بقى ولا ايه؟ خالص. انا مستغربه بس انت ليه ما قلتليش الصبح؟ يعني كنا جينا في عربيه واحده. كده اريح. زكي مبسوط من الانترفيو بتاعك. مدام ناهد، في مشكلة غريبة. خير؟ شركة ديدلاين بتاع تسويق مشروع جديد بعتوا لنا ايميل بيقولوا فيه ان الشيك بدون رصيد. الشيك اللي بدون رصيد؟ الحساب بتاع الشركه لسه فاتحينه امبارح يا بنتي. ما انا بعت استفسار للبنك، قالوا ان في الحساب مفيش الا 50,000 جنيه.